الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه القادة في كل الميادين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوصيكم كما أوصي نفسي الغافلة الخاطئة المذنبة أولا بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته. وبعد، عباد الله، نكون مع حضراتكم اليوم مع موضوع مهم ألا وهو بعنوان التحذير من الكذب. التحذير من الكذب والالتزام بالصدق والصادقين. عباد الله، الكذب تعريفه وهو الكلام على خلاف الحقيقة، والأصل الذي بني عليه النفاق هو الكذب. قال الله جل وعلا إخبارا عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم. لماذا؟ بما كانوا يكذبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث. أول ما قال: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وإذا لاحظنا في هذه العلامات الثلاثة، سواء كانت خيانة الأمانة أو خيانة الوعد، كلها مرتبطة بالكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة من النفاق. قال: إذا حدث كذب، وإذا واعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وإذا جئنا إلى الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية فالأمر يطول كثيرا، ولكن نكتفي بقول الله جل وعلا في سورة الطور عندما يبين الله جل وعلا أن يوم القيامة كأنما قد قامت القيامة على الكذابين. قال الله جل وعلا: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، يوم تموت السماء مورا وتسير الجبال سيرا
كثيرا كثيرا بحيث البائع يكتب في سلعته على المشتري، والمشتري يكتب على بائعه على البائع. ونرجو البركة في أموالنا. اعلموا أن الكذب هو يمحق في البيع والشراء، يمحق البركة. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. هذا مهم، لأننا كلنا لا بد أن يبيع كل واحد منا شيئا أو يشتري شيئا، ولكن حتى نعلم ما هي وأين بركة الأموال في بيوتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان، أي البائع والمشتري، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، أي بينا عيوب السلع إن كانت موجودة، إن صدقا وبينا بورك لهما بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي كتما عيوب إن كانت في السلعة، وإن كذبا وكتما محقت البركة بينهما، وإن كانت ربحا ما. هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، حتى من ضمن الأمور المهمة جدا، ألا وخصوصا في البيع والشراء أو في أسرنا أو في الشوارع أو في غيرها، الحلف بالله جل وعلا كاذبا. يعني ما اكتفينا أننا نكذب عند بعض الناس، إنما يحلف يمينا فاجرة، وهي تسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار. يعني يحلف كذبا. والبيع أو الحلف منفعة للسلعة، ولكنها منحقة للبركة كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، حتى الكذب على الأطفال، وهذا مهم جدا خصوصا عند النساء، لأن الطفل إذا تعلم من أبيه يكذب عليه، حتى بوعده يقول: تعال يا ابني سأفعل لك كذا، سأعطيك كذا، والنتيجة لم يعطيه ولم يفعل له. هذا الابن سيتعلم شيئا فشيئا حتى يكون، ثم يشق على هذا الشيء إذا شب إلى أن يعتاد الكذب، وخصوصا الصغار إذا كذبوا أو تعلموا الكذب، أو أنهم قد اعتادوا الكذب على والديهم، فغسل أيديك منهم. مهما فعل إلا كما يقولون كل شيء إلا الكذب. يقول عبد الله بن عامر رضي الله عنه وهو من الصحابة، يقول: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا قاعد، فقال أو قالت: تعال يا عبد الله، تعال أعطيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ما أردت أن تعطيه؟ شيء راح تعطيه؟ فقالت: لو أردت أن أعطيه تمرا. فقال: لو أنك لم تعطيه لكتبت عليك كذبة. ومن القصص الجميلة التي ذكرها الشيخ محمود المصري في كتابه ساعة وساعة، يقول: قد حكى لي صديق والدي أن يوما من الأيام في إحدى المرات وقد كنت جالسا في البرية، يقول: وأنظر إلى مخلوقات الله وأتفكر في خلق الله وإلى صنع بديع الرحمن. يقول: وجلبت نظري نملة صغيرة، يقول: وأنظر إليها وهي تجوف حول المكان بحمل جرادة ميتة
النمل وقوانينه أن النمل أنه يستعين في إخوانه وكذلك يشم بمسافات من المسافات البعيدة. يقول فأردت أن أتسلى وأضحك. يقول لما وصلوا تلك الجراد الميتة فأخفيت وحملت تلك الجراد، فأخذت تلك النملة وتلك المجموعة من النمل تبحث عن تلك الجراد تشمها ولكن لا تجدها، فأخذت تجوب بالمكان يبحثون بكل ما عندهم يمينا شمالا ولكنهم لم يجدوه. ثم ذهبت تلك المجموعة من النمل. يقول فحينها أرجعت تلك الجراد الميت عند النملة، ثم مرة ثانية وكرة أخرى حملت تلك الجرادة وما استطاعت أن تحملها ثم رجعت فنادت أصحابها، ثم قبل أن يصلوا إليها يقول فضحكت كثيرا. فيقول فأحفيت تلك الجرادة فأخذوا مرة أخرى يبحثون بكل ما عندهم من جهد وحركة والنتيجة لم يجدوها. يقول فأدهشني منظرا والله عجبت منه عجبا. يقول فاجتمعت تلك المجموعة من النمل على تلك النملة فحتى هجموا عليها وقطعوها إربا إربا. يقول قتلوا تلك النملة المسكينة، ظنوا بها أنها تكذب عليهم حتى قطعوها إربا إربا. فيقول هذه أمة النمل تعد وتعد عندها النمل نقيصة بل كبيرة يعذب صاحبها بالموت. لا إله إلا الله. نعم عباد الله، هذا في عالم الحشرات والحيوانات. أما عباد الله في واقعنا نجد الكثير حتى البعض صار عنده شيئا معتاد وكأنما الكذب حلالا وكأنما وحتى لا ننظر إلى المجتمع بنظرة سلبية فيوجد من الناس من لا يكذب أبدا ولسانه وقوله الصدق مهما كانت الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم استغفروه يا فوز المستقيم. الرجل يقول يريد الإصلاح، يعني الإصلاح بين طرفين، يعني كأنما إذا جاء من الطرف الآخر فذلك الطرف قال كذا وكذا، يعني قال الكلام السلبي لا يذكر ذلك وإن كان كذبا. هذا واحد. اثنين، الرجل يقول في الحرب لأنه مضطر. الثالث، الرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها، يقصد بهذا الكلام عندما يكون أو تكون مشكلة بين الزوجين أو سوء حال أو مقال بين الاثنين، يقول ذلك الرجل من أجل أن يستميل قلبها، وتقول تلك المرأة من أجل أن تستميل قلبه، وحتى لو كان كلاما شيئا من الكذب، ولكن هذا لا يستمر، هذا إنما لحالات محددة. عباد الله، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أختم بهذه القصة قد حدثت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في معركة بدر. يقول أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: السبب الذي منعني من أن أشارك مع
إلى هذا الحد. ووالله يكفي بهذه القصة يكفي موعظة وعبرة. فعباد الله، الناس تبحث عن الصدق وعن الصادقين في أقوالهم وفي أعمالهم، ونجد أن الكذب دائما حبله قصير. مهما كذب لا بد أن تخرج كذبتك يوما يومين سنة سنتين. والصدق الناس تبحث جئنا إلى واقعنا. حتى الذي يريد أن يفتح محل ماذا يبحث عن ماذا؟ يبحث عن الصادق في كلامه وفي عمله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم صل على محمد في الآخرين، وصل على محمد حتى تفتح الله على أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعز اليوم كلمة الحق والدين، أعز من أراد لهذا الدين عزة وصلا، وأذل من أراد لهذا الدين سوءا. اجعل لا يقتصر تدور عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتضييعنا لأوقاتنا يا رب العالمين. اللهم يا كريم يا رحيم يا عظيم، احفظ المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم احفظ إخواننا المسلمين في السودان، اللهم احفظ إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم فرج عنهم يا كريم يا رحيم. اللهم اطال عليه الظالمين بهم، وأنت أعلم بحالهم وأرحم منا بهم يا كريم يا رحيم. أرنا من فلسطين نصرا يا كريم، اشفي به قلوب المؤمنين، وتقيم به الكفر والمنافقين والخائنين يا رب العالمين. اللهم احفظ العراق واهله، واحفظ من اراد لهذا البلد حفظا وامنا، واهلك ودمر كل من اراد لهذا البلد اضرابا وخرابا. اللهم احفظ الظالمين على مهاد المنافق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا يا رب العالمين. اللهم اسمع ورحمتك على من انشا هذا المكان وصلى فيه، وعمل به كل خير واحسان، وفي كل ما تحبه وترضاه من القول والعمل والنيه يا رب العالمين. وصلى